رجل عظيم من شدة عظمته وهيبته لقبوه الروم وأقوى جيوش الروم وملوكها بالمارد الملثم. قصتنا هذا اليوم مع هنا الحكاية ويلا نبدأ. أعظم مقاتل في التاريخ بعد رسولنا العظيم، الفارس الوحيد الذي أرعب جيوش بأكملها. يقال عنه أنه أمهر من حمل السيف في التاريخ لدرجة أنه كان يقاتل بسيفين بوقت واحد. تعرفوا زورو اللي في ون بيس؟ هذا هو رجل عملاق عبارة عن كتلة عضلية أشبه بماكينة قتل مدرعة. كانت جيوش الكفار ترتعب عند ذكر اسمه وكانوا يلقبوه بالمارد الملثم. كان من شدة طوله لو ركب على الفرس كانت توصل رجله للأرض. يا جماعة يا رجل من قوة هيبته في معركة بدر نزلت جميع الملائكة متمثلين بصورته وشكله. اسمعوا معي هذا الموقف. في مصر تحصن الروم في حصن بابليون لمدة 7 أشهر، وكان هذا الحصن عبارة عن قلعة ضخمة محصنة وعجز المسلمين عن اختراقها، وكانوا بقيادة عمرو بن العاص. فكان وقتها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة طبعا. فإيش سوى؟ أرسل لمصر هذا الرجل مع عدة رجال، قال له يلا روح خلصوا. أول ما وصل لباب الحصن رجال الروم يناظروا له من فوق الحصن مستغربين من شكله. رجل عملاق مفتول العضلات ملثم، هيئة مرعبة لا مثيل لها، إلا ويشوفوه يتسلق الحصن بيده. بخلال ثواني صار بأعلى الحصن واقف بشموخ ويناظر لهم وهو بأعلى الحصن، يرفع سيفه للسماء ويصارخ بأعلى صوته الله أكبر. اقشعرت أبدانهم من الخوف، فمشوا وفتح باب الحصن، قتل منهم اللي قتل ودخل المسلمين وانتصروا عليهم. هذا الرجل هو الصحابي العظيم الذي نزل جبريل عليه السلام بهيئته، حواري رسول الله، واحد من العشر المبشرين بالجنة، وزوج السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق، وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الزبير بن العوام رضي الله عنه. لا تنسى تسوي إعادة نشر عشان توصل هذه القصة للجميع. سلام.